وباختصار، مفاجأة المفاجآت في كأس العالم هذا العام 2026 هو التعادل الخطير ما بين اسبانيا وما بين كاب فيردي او الرأس الاخضر. الرأس الاخضر يعني لا احد يستهين به بعد ما شفنا مستويات اللعيبه والفريق في بطوله الامم الافريقيه اللي حصلت عليها كوت ديفوار على ملعبها. شفنا ان افريقيا اتغيرت والفرق اتغيرت، يعني بس لم اكن اتصور ان المصنف الثاني او الاول على العالم هو اسبانيا انه يتعادل مع كاب فيردي او الراس الاخضر. كانت هذه مفاجاه المفاجات، لكن لا تتعجب يا سيدي، انها اراده الله، وانها كاس العالم 2026 في امريكا. ولمن يريد معرفه ما هي مستويات ايران ونيوزيلندا، يعني الاثنين في المتناول. يعني شاهدت شوطا تعادلوا فيه 1-1. يعني نيوزيلندا تغيرت كثيرا. يعني كانت نيوزيلندا دي بنعتبرها انها يعني بنجيب زبده نيوزيلندي اللي هي الزبده البارد. طلعت بتلعب كوره، بيهاجموا كلهم وبيدافعوا كلهم، ما عندهمش خط وسط، ما عندهمش مخ في وسط الملعب. ايران متاثره جدا بحاله الحرب اللي عندها. غير مقنعين الاثنين رغم الجري الكتير. يعني نيوزيلندا بتتميز بان عندها قدرات يعني عندهم مش قدرات هجوميه، عندهم قدرات هجوميه بس مش بالمستوى المطلوب. عندهم لياقه بدنيه كبيره جدا. ايران مش هي ايران بتاعت زمان اللي بتخوف. يعني دلوقتي نيوزيلندا في الشوط الاولاني جابت الجون الثاني بقى 2-1. يعني واعتقد ان كده المساله بقت صعبه قوي على ايران، ومش عارف بقى هتبقى دي اللي هيجمعوا منها نقاط، ولا احنا كنا فاكرين ان نيوزيلندا دي يعني دي رحله ناخدها كده رايح جاي. طلعت نيوزيلندا دي بتلعب كوره بس مش لدرجه الخوف، يعني ما تخوفش. يعني هما الاثنين يعني الطريق ممهد ان شاء الله لمصر وبلجيكا كاول وتاني. وانا قلت ان انا بتوقع ان شاء الله ان مصر هتبقى اول مجموعه باذن الله تعالى، لان الاثنين دول في المتناول مع شويه تركيز زي ما قلنا. كل من الطيبه لمنتخبنا، ولا تتعجب انها اراده الله، وكاس العالم 2026 في امريكا.